اقول لك صدق شانكل حبيبي، تنصح بالريد بول قبل الغواصه ينفع؟ لا يا غالي، الريد بول فيه نسبة كافيين عالية وهذا ممكن يسبب لك جفاف وانت تغوص. الأفضل تشرب ماء أو عصير فواكه طبيعي قبل الغوص بساعة أو ساعتين. عشريت انا شانكل الحين. زين بقول لك ينفع يا البيبسي قبل الغوص؟ لا يا صاحبي، البيبسي فيه سكر وغازات وهذا ممكن يسبب لك مشاكل في المعدة وانت تغوص. الأفضل تشرب ماء أو عصير فواكه طبيعي. ما ابي ماء يا اخي، انا ابي شيء ثقيل دسم، ابي باور. صاحبي، المشروبات الثقيلة والدهنية ممكن تسبب لك غثيان وتقلصات في المعدة وانت تغوص. هذا ممكن يكون خطير. الأفضل تأكل وجبة خفيفة قبل الغوص بساعتين أو 3 ساعات وتشرب ماء كلت أو عصير وجبه خفيفه، كلت لي وجبه خفيفه، كلت غوزي لحم الحمد لله. غوزي لحم؟ يا صاحبي، اللحم ثقيل على المعدة ويحتاج وقت طويل للهضم. هذا ممكن يسبب لك مشاكل وانت تغوص. الأفضل تأكل وجبة خفيفة قبل الغوص بساعتين أو 3 ساعات وتشرب ماء أو عصير. خلاص يعني انزين اوكي. فواكه بقول لك شانكل انزين، شلون السنيكرز؟ مره كيت كات اوكي؟ لا يا صاحبي، الكيت كات فيه نسبة عالية من السكر والدهون وهذا ممكن يسبب لك مشاكل في المعدة وانت تغوص. الأفضل تأكل وجبة خفيفة قبل الغوص بساعتين أو 3 ساعات وتشرب ماء أو عصير فواكه طبيعي. خلاص شانكل تمام حبيبي، بسمع شعورك هداية الله. شو نسوي؟ الماي اوكي؟ أكيد الماء هو أفضل خيار قبل الغوص. شرب كمية كافية من الماء يحافظ على رطوبة جسمك ويقلل من خطر الجفاف، خاصة مع المجهود البدني اللي تبذله تحت الماء. بس تمام، شعورك حبيبي، شعورك ولا يهمك. تسلم يا الوردة. بالعافية عليك يا صاحبي.